الحبايب ديالي، نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكون احوالكم يا ربي كلها مزيانه. اليوم جبت لكم واحد القصه من نوع اخر، وهذه القصه حكايه ديال واحد المشتركه عندي في القناه اللي كتبكي الحجر. راه ما يمكنش هاد القصه شحال اثرت فيا وشحال بكيت مع هاد السيده، حيت تألمات وعشت واحد المعاناه اللي ما يقدرش اي واحد يتحملها، وربي عطاها الصبر وربي عطاها القوه. ونبداو على بركه الله، ما نحرق لكمش المراحل، وعافاكم فضلا وليس امرا. عافاكم اللي ما مشتركش عندي في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصل بالجديد ديالي في القناه. يلا نبداو على بركه الله. انا الاسم ديالي خديجه، العمر ديالي 26 سنه. غنرجعو شي شويه اللور، غنرجعو فاش كانت عندي 8 سنين ولا 7 سنين هكاك. يعني بديت كنعقل وبديت كنعرف. انا عشت في واحد الاسره اللي كتكون من الاب والام وانا واختي، وكنا عايشين مع الدار كبيره دار ديال جدي. الجد ديالي كان تبارك الله مسك عليه الله وعنده الفلوس، وكان بابا كيخدم معاه، كيمشي معاه وكيجي معاه، كيسوق بيه، كيخلص معاه، يعني مقابل معاه اي حاجه. وكان الاب ديالي مسكين مريض نفساني، كان عايش واحد الظروف اللي صعيبه. ملي كيكون مزيان وشارب دواه وكتراقب له ماما الشوكه ديالو في الوقت ديالو، كان كيكون مزيان اطيب خلق الله. ومني مسكين ما مني كي يبدا يخرج على السيطره، كيولي كيضربنا، كيولي كيهرس، كيولي في واحد الحاله هستيريه، يعني كتولي كتخاف منه. هاد الاب ديالي عاش مسكين واحد الطفوله اللي كتألم، واحد الطفوله اللي كتبكي، واحد الطفوله اللي خلاته يكون هكا. حيت هاد السيد كان مزيان وكان كيقرا مزيان، ولكن الظروف شاءت والاقدار شاءت وهو ماشي اختارها بيديه. يعني هو كان كيتعامل مزيان مع كل شيء، وكان طيب مع كل شيء، وكان من الاوائل. فينا توقع له الكارثه، حيت الاب ديالو كان عنده 2 عيالات، وهاد 2 عيالات كان هو الاب ديالو الله يسمح ليه كان كيفضل وحده على وحده، وكان كيدير الفرز ما بين الابناء ديالو. هو اللي كان كيقرا مزيان خلاه حداه، وهذاك اللي ما كانش كيقرا مزيان كان كيخسر عليه فلوس، كيقريه في الجامعات الكبرى. وهذاك اللي مسكين ولد الزوجه اللي ما عندوش معاها وما كيبغيهاش، كان هاملو ما عنده غرض فيه، خلاه هكاك تيحقرو، تيغوت عليه، تيضربو. يعني الولد طلعت فيه عقده، داكشي اللي اثرت عليه وعطاتو الانفجار، ولا مرض نفساني، ولا ماشي طبيعي، ولا هو مزيان الا تبع دواه، الا قطع دواه صافي كيولي واحد اخر، يقدر يقتل، يقدر يضرب، يقدر يدير اي حاجه ماشي في الوعي ديالو، ماشي لخاطرو. ما نرجعوا فاش كبر وصل لواحد اللاج، يعني ضروري الاب ديالو غادي يزوجو، وبطبيعه الحال غيزوجو باش يتهنى منه، غيزوجو باش يهز المسؤوليه شي شويه، حيت ما بقاش قادر عليه، ما بقاش مني كتوصل تجيه الحاله ما بقاش كيقدر يسيطر على الابن ديالو. فاش وصل لسن الزواج كانت عنده داك الساعات 27 سنه. صافي ناضو كيقلبوا ليه مشاو كيقلبوا. طبيعه الحال المدينه ما كاينش اللي غتقبل به، مشاو شافوا له بنت العروبيه. ديك بنت العروبيه بنت ناس دراوش ما فحالهمش، يعني باغيين غير يسفروا، باغيين غير يتزوج باش تعيش، باش تشوف المدينه، باش تاكل مزيان، باش تفرح. ما عندها غرض لا في الراجل كي داير، واش مريض ولا ما مريضش، ما عندها غرض لا تسول عليه لا ما تسولش. مهم اختاروا له واحد البنت اللي مزيانه وبنت عائله دراوش مزيانين في العروبيه، مشاو خطبوها، وبطبيعه الحال هي وافقات وزربوا عليها. 15 يوم كان فيها العرس، كان فيها ضرب لاكت، كان فيها كل شيء، وراحت لعند راجلها. هي ما كانتش عارفه بان الزوج ديالها مريض نفساني، حتى ولا كيشعل لها العافيه في الناموسيه، كيشعل في الغطا، فكيبغي يحرقها. كتبقى تتعيط له ما تيجاوبهاش. يعني عاد تكتشف ان الانسان اللي تزوجت به ماشي طبيعي، انسان ماشي في عقله، انسان ماشي كامل في قواه العقليه. يعني مره هو مزيان، مره هو ماشي هو هذاك. صافي
رضات بقضاء الله وقدره، وقالت انا ماشي بنت الحرام اللي غنسمح فيه، نحاول نعالجو ونحاول نداويه. وداك الشيء بالمساعده ديال الاب ديالو ووالديه. كانت كتمشي للطبيب، كتقابل له الشوكه ديالو، كتقابل له الدواء ديالو، يعني كانت غاده معاه دقه بدقه، واخا كيتقلب عليها مره كيضربها ما كتديش، يعني كانت بنت الاصل وبنت الناس اللي صبرات على شي حوايج اللي ما شي اي وحده تصبر عليها. صافي ربي رزقها عامين وهي مزوجه به ما ولداتش. العام الثالث ربي رزقها بواحد البنيته اللي هي انا خديجه، اللي كانت هي عينيهم. وكان الاب ديالي كان كيبغيني بزاف، كنت انا كيحمق عليا. تما فينا تكون المعاناه، ان فوا تولدت انا، الاب ديالي كيهرب، كيفقد السيطره على العقل ديالو، صافي كيمشي كيغيب، ما كيبقاو كيقلبوا عليه، مشاو ديكلاراو ما خلاو فين نقلبوا. السيد هو غابر ما كاينش ليه الاثار. بقات هي عايشه، انا والام ديالي بقينا عايشين في دار جدي، بقينا عايشين كناكلوا. الام ديالي كانت مسكينه بحال شي خادمه عندهم، كتصوب الشغال، كتقابل الدار، كتقابل الكبير، كتقابل الصغير. راكم عارفه الدار الكبيره اللي كتكون فيها الجد والجده وكيكونوا فيها الدراري والكبار، يعني كتكون فيها تماره، وهي مسكينه كانت بحال الخادمه عندهم، كتخدم عندهم باش تاكل، باش يعطيوها شي حاجه اللي غادي تشري لي بها انا وتكسيني بها وتشري لي بها ليكوش. صافي بقات على هذا الحال حتى دازت الاختفاء ديال الاب ديالي عامين وحنا كنقلبوا عليه. في التالي لقاوه، فاش لقاوه في واحد الحاله اللي لا يرثى لها. لقاوه مسكين كياكل حاشاكم الطرو ديال الزبل، لقاوه واحد اخر، لقاوه مهرس من رجليه، لقاوه مضروب، لقاوه بواحد الحاله اللي يبكي عليها اللي ما عندوش في قلبه الرحمه، ما يقدرش يشوف شي انسان في ديك الحاله. صافي رغم ذلك هزوه وداوه للطبيب، شدوه في الطبيب. كانت كتمشي عنده للطبيب وكتغسله وكتنعس ما بين الحمق، وكتنعس في الطبيب ديال الامراض النفسيه، وما كانتش كتخاف. كتقول هادشي كامل حيت باين بنتي، انا ما غنتخلاش عليه وما عمري غنسمح فيه. كانت كتغسل ليه وكتوكله وكتنعس حداه، ورغم ذلك ما كانتش كتخاف حيت ربي كان معاها وكانت راضيه بقضاء الله وقدره. صافي بدا الاب ديالي كيتشافى، بدا كيزيد الحمد لله كتحسن النفسيه ديالو، بدا كيتعالج بالدوايات، بدا كيتعالج بالشوكات اللي كانوا كيضربوا له. الحمد لله بدات الحاله ديالو كتحسن. صافي فاش برا رجع كيخدم مع الاب ديالو، كيصوب به، كيمشي معاه، كيخلص له الفواتير، يعني بحال الظل ديالو فين ما مشى الاب ديالو كيمشي معاه. الاب ديالو كان كيخدم معاه وما كيخلصوش، يعني كان خدام غير باش ياكل هو والبنت وانا والام ديالي. كنا عايشين هكاك، كناكلو خدامين غير باش كناكلو ونشربو الحوايج كيجيبوه منا العم ديالنا والعمامات ديالنا اللي شاطت عليه شي حاجه كتجيب لنا الحوايج. صافي دازت 5 سنين، ماما عاوتاني كتحمل وكتحمل هاد المره عاوتاني الثانيه، وكانت المفاجاه ان بني تعاود، وكان فرحان الاب ديالي وكنا فرحانين حنا. صافي كنا كنقراو، كنا عايشين عادي، كنشوفوا شويه ديال الفرزيات، كنشوفوا شويه ديال التمييز. ملي كيجي ولاد عمامي ولاد عماماتي كنشوفوا شويه ديال الفروقات، ورغم ذلك صافي كنا صغارين كنلعبوا، ما كنديو ما كنجيبوا. بقينا هكاك، الصيف كيجي ما كنخيموش، الصيف اللي كيجي ما كنخيموش، كنبقاو نشوفوا ولاد عمنا ولاد عمتنا كيمشيو كيسافروا وحنا جالسين غير في الدار، ما كنمشيو حتى شي بلاصه. حدهم كيديروا لينا لابيسين في السطح وكنطلعوا كنعوموا، يعني كنا عايشين وحمد الله داكشي اللي قسم لينا الله. صافي بقينا على هذا الحال حتى انا كبرت والاخت ديالي كبرات. الاخت ديالي كانت كتقرا تبارك الله مزيان وكانت كتجي من الاوائل، عكس انا اللي كانت القرايه ديالي ضعيفه وما كنتش كنقرا مزيان بحال كننجح وصافي. صافي خديت البكالوريا ديالي وكان عندي في الدماغ ديالي انني ما يمكنش نخلي ماما في الحاله هي وبابا، خصني نشوف شي طريقه باش نقدهم من هذا الفقر، وخصني نشوف شي طريقه باش ما يبقاوش عايشين بحال العبيد عند دار جدي. صافي بقيت هكا كنشوف وانا بقيت وليت داك الساعات
كنخرج مع كنتعارف مع رجال ما كندير معاهم حتى شي حاجه، ولكن كنت كنتعارف باش نتزوج وكنشوف رجال الاغنياء باش زعما ينقذوني وينقذوا عائلتي. كانت الفكره ديالي انني ننقذ عائلتي وننقذ الاخت ديالي اللي كانت تبارك الله كتقرا من الاوائل وكانت كتجيب مزيان. صافي بقيت على هذا الحال، واللي كان كيتعرف عليا كان كيبغي يتزوج بيا. الحمد لله كان ربي رازقني القبول، وكان اللي بغاني كيبغي يجي لدارنا. انا كنت كنتفشش من بعد ملي كان هذا كنشوف راسي ما مرتاحش معاه. صافي كنقول لهم ما بقيتش باغاه، انا ما باغا لا نتزوج لا حتى شي حاجه. بقيت كنقلب حتى نطيح في الراجل المناسب. طبيعه الحال وليت كنبروفيتي في الرجال، ما كنتيقش كنبروفيتي في الرجال. كنقول لهم عطيوني، جيب لي، عطيني. اللي ما كيبغيش يعطيني صافي كنقلب ستة السعود، ما كنبقاش نعقل عليه. يعني وليت كنهضر معاهم غير على ود الفلوس وكل شيء، وانا مخدمه عقلي وتا واحد ما كيديرها بيا، زعما راني مطوره. صافي هي ديك الفلوس اللي كنت كنجي كنعطيها لماما، كنعطيها كنقولها باش تشري اللي بغيتيها. لا بغيتي شي حاجه كندور مع اختي. يعني كنت عايشه هكاك وانا نعري على دراعي. قلت ما يمكنش نبقى في هذه الحاله، خصني نخدم باش ننقذهم وباش نعيشوا واحد العيشه اللي نقيه. صافي هي هذيك. الاب ديالي مسكين كان فاش كتجيه الحاله تينوض يضربنا كاملين وبقى يهرس ويدقدق في الدار. يعني كنا عايشين في واحد الحاله الرعب، تقدر تكون ناعسه حتى كتسمع الغوات وتسمع الصداع. يعني كنا عايشين في واحد الحاله، واحد العيشه اللي ماشي سطاب، واحد العيشه اللي تقدر تقلب لنا في رمشه عين. كنا عايشين وخايفين، كنخاف واش لا شي صباح بابا يقتل ماما وحنا نمشيو للخيريات. يعني كنا عايشين في واحد العيشه اللي ما تبغاش لعدوك. ولكن الحمد لله وفرحانين وضحكانين، وكان الحمد لله على داك الشيء اللي عطانا سيدي ربي. وخا هكاك انا واختي كنا راضيين بداك الشيء اللي عندنا، وكنا باغيين نتقاتلوا باش نوصلوا. هي شافت الطريق انها تقاتل باش توصل بالقرايه، وعكس انا كنت كنشوف الطريق اللي سهله انني نتزوج راجل لاباس عليه اللي ينقذني ويعيشني عيشه زوينه وننقذ والديا. صافي وصلت للاج ديال 20 عام. صافي 20 عام تما فين غادي نقرر انني نوض نخدم. خديت البكالوريا ديالي وطلعت للجامعه. قريت العام الاول ما راسي ما كنقراش مزيان، العام الثاني راسي غير كنمشي كنضيع الوقت. يعني ما كاين لا قرايه لا والو. وانا نقرر بانني نخرج نخدم. مشيت كنخدم، خدمت كبائعه في لي بوتيك، خدمت في شركه الاتصالات سونتر دابيل. يعني ما خليت فين خدمت. والخدمه اللي كنت كنخدم في التالي ديال الشهر كنمشي كنعطيها لماما، كنقول لها هاكي باش تقادي مصروف وباش تعيشي، حيت حنا كنا عايشين غير بالشبيعه ديال كرشنا. يعني ما كاينش المدخول، ما كيخلصش بابا، رغم ان جدي كان عنده فلوس بزاف وكان ميسور بزاف كاع، وهو ما كانش كيخلص بابا، كان كيعطيه غير كيوكلو ويشربو وكيخلص علينا الموضوع. هادشي اللي كاين. اما فلوس اللي باش تشد الفلوس يعطيه فلوس ما كيعطيش فلوس، وكان كيستغلو مع هو مريض ما كان عارف كان اي واحد تيدير هذه. صافي بقينا هكاك. كبرت وانا كيقولوا لي بنت الحمق بنت الحمق. اختي حتى هي كيقول لها بنت الحمق. يعني كبرنا وحنا كنتنعتوا بهذيك الهضره في الشارع كنتنعتوا بديك الهضره في العائله ديالنا، كنتنعتوا في هذيك الهضره ديما كنسمعوها كدور هذيك غير بنت الحمق، اخر غير هذيك هي بنت الحمق. يعني ولينا عايشين في هذيك الهضره اللي ديما كتسمع لنا في الودن ديالنا. ورغم ذلك ما كناش كنسوقوا للتنمر بالناس، ما كناش كنديوها فيهم، حيت كنا عارفين راسنا غنوصلوا واحد النهار، وعارفين راسنا بان ربي ما غاديش يخيبنا، وعارفين راسنا بان باغيين نوصلوا بالحلال وربي ما غيضيعناش. صافي كنا انا واختي متحانين بزاف. كانت هي كتقرا وكتقاتل باش توصل، وانا كنت كنتقاتل باش نعطيهم المصروف باش ما يحتاجوا حتى شي حاجه. الاب ديالي مسكين كان كيبغيني وكان كيبغيني بزاف، كان رغم انه واخا مريض واخا اي حاجه كان كيجي كيعنقني ويقول لي شوفي بنتي راني عارفك هازه واحد الحمل اللي اكثر منك، ولكن ان شاء الله ربي ما غاديش يخيبك. ورغم انه كان مؤمن وكان كيصلي وكان كيعبد الله وكان كيصدق وكيخاف من الله، واخا كان مريض كان كيخاف من الله. صافي وصلنا لواحد الوقيته. صافي انا بداو كيجيوني الخطاب وبداو كيكثروا عليا الخطاب. بديت كنختار وكيجيوني الخطاب حيت انا الجد ديالي كان معروف
كانوا كيبغيوني على ود الجد ديالي. اما الاب ديالي راه كانت السمعه ديالو مزيانه، الله يعمر ليه الدار، وكان ما كيأذي حتى شي واحد، ولكن كتبقى فيه داك البلاكه مورا ظهرو انه حمق وكان مريض نفساني ومازال مريض. صافي هي هذيك. واحد النهار غادي يصبح الجد ديالي غيتوفى. هنا فين غتنقلب الحياه ديالنا اصلا على عقب. فاش توفى الجد ديالي الاب ديالي صافي زاد مرض وزاد مرض بواتيره اللي كبيره. صافي زاد مرض، ولينا كنخافوا عليه ادي راسو، ولينا كنخافوا عليه كنحضيوه باش ما يخرجش بوحدو، كنحضيوه باش ما شي حاجه اللي غادي تاذيه شي موس ولا شي حاجه كنحيدوها من حداه. يعني ولينا مراقبينه بزاف بحال شي بيبي صغير. والنهار اللي غتكون المفاجاه والنهار اللي غتكون الصدمه الكبرى اللي ما غاديش تنسانا ولا غادي تنسانا حتى نموتو، حيت اللي باقا ليا في الدماغ ديالي باقا ليا ما بين عينيا ما عمرها تنسالي. واحد الصباح كنا ناعسين انا والام ديالي، والاخت ديالي كانت كتقرا في الجامعه، مشات تقرا قرايتها كانت تبارك الله دارت كليه الهندسه وكانت كتجي من الاوائل، وكانت تبارك الله عليها ما شاء الله كانت كتاخذ النقاط مزيان وكانت كتقرا بالمنحه. واحد النهار نعسه انا والام ديالي حتى كنسمعوا طيحه من الطله اللي غنطلو، كنلقاو الاب ديالي الاب ديالي رمى راسو من السطح بواحد الطريقه اللي بشعه. رمى راسو من السطح هو ماشي في الوعي ديالو، رمى راسو من السطح هو ما عاقلش على شنو كيدير، رمى راسو من السطح هو ما عارفش شنو غيتسناه مني دار هاد الفعله. ولكن ان الله عارفوا بانه ما عندوش العقل، وعارفوا بانه دار داكشي وماشي هو بعقله وماشي في كامل قواه العقليه. صافي هبطنا بكينا غوتنا، صافي بغينا نحماقو حيت ما يمكنش ما بين ليله ونهار. واخا الاب ديالي كان مريض واخا كلشي ما بغيناش تكون النهايه ديالو بديك الطريقه، ما بغيناش انه يموت وهو منتحر، ما بغيناش انه يموت وهو لا يحرس من السطح. يعني الفكره فراسنا ما تقبلناهاش. صافي بقينا كنبكي وبقينا كنغوتو. صافي الاب ديالي ربي نجاه، الاب ديالي ومعجزه القدر انه ما ماتش. الاب ديالي اللي طاح من السانكيام ايطاج ما وقعت له حتى شي حاجه. الاب ديالي اللي طاح من الخامس وباقي حي، باقي حي وما وقعت له حتى شي حاجه. تقولوا لي معجزه، نقول لكم ما عمري شفت شي معجزه بحال اللي شفتها بعيني وكان دايرها لي شي واحد ما غنطيقوش، ولكن هذه عشتها انا، وقعت للاب ديالي انا. طاح من السطح وما ماتش، طاح من السطح وما وقعت له حتى شي حاجه. فاش طاح مسكين ملي طاح وقعت له انه بحال شي خداشات وتهرس من الرجل ديالو وتهرس من اليد ديالو. مشينا ديناه تقحل عينو تيقولنا سمحوا لي عذبتكم، سمحوا لي بنتي عذبتكم، سمحوا لي انا ما نستاهلكمش. وكيطلب السماحه من ماما وتيقول لها سمحي لي انتي بنت الناس وصبرتي معايا وانا ما نستاهلش هادشي اللي كديري معايا. وحنا بقينا كنبكيو وماما كتبكي. صافي بقينا كنقولوا له ما تهدرش، حنا عارفين ماشي لخاطرك، صافي ان شاء الله غتبرا وغتعيش وغادي تبقى معانا حتى تشوفنا وتفرح بينا. عاد داك الساعات لا بغات تجي الموت غادي تجي. صافي هكاك ربي طول ليه العمر وبقى عايش معانا مسكين، عايش معانا معوق بحال صافي ما بقاش كيقد يزيد، يعني عايش معانا بكرسي متحرك. وكانت ماما مسكينه صابره معاه وكتقاسي وكتعاني، وانا الحمد لله ربي سهل عليا وتزوجت راجل اللي ميسور اللي هزني انا وعائلتي، وكان كيصرف على ماما ويصرف على بابا وما كانش كيقول عييت ولا لا بزاف عليا. ربي عوضني بولد الناس اللي تمناه اي وحده، ربي عوضني بولد الناس اللي عارف الظروف ديالي وبغاني، ربي عوض لي ولد الناس اللي واخا انني عاودت له حكايتي بغى وصبر وكان راجل قد المسؤوليه. ربي عوضني بختي اللي شفتها مهندسه وتبارك الله عليها واصله لواحد المواصل اللي ما يوصلهاش الناس اللي عاشوا مزيانين. شفت اختي وصلت لواحد المواصل اللي ما عمر شي واحد اللي عاش في ديك الظروف انه يقدر يوصل لهم، ورغم ذلك ربي ما خيبناش. وصلت اختي وتخرجت وكانت مهندسه.
وصلت اختي وتخدمت في احسن شركه في المغرب. وصلت اختي ولات كتصرف على ماماها، ولات هازه ماماها وشرات ليها الدار. وصلت اختي اللي وليت هازه راسي حدا الناس وكنقول لهم اختي وصلت لشي حاجه اللي نتوما اللي عشتوا ولاد هذوك اللي كانوا كيستهزئوا بينا وكيطيحوا منا ما وصلوش ليها. وهنا كانت قصتي باش تعرفوا راسكم ان ربي ما تيخيبش، وان ربي رغم المعاناه ديالكم ورغم ان داكشي اللي كتعيشوه كيمتحنكم، بان المؤمن راه مصاب، وبان ربي كيعطيك واحد الدرس انك الا فقدتي الامل فيه وانك ما حمدتيش الله كيرجعك لواحد المرتبه اللي ما كنتيش كتخيلها. ولكن انا ربي وقف معانا ووقف مع عائلتي. وهنا كانت النهايه ديال قصتي. والحمد لله دابا الام ديالي والاب ديالي رغم انه معاق بدا كيتحسن ومزيان، والاخت ديالي كتصرف عليهم وحتى انا كنصرف عليهم وعايشين بخير وما ناقصنا حتى شي خير. وهذوك اللي كانوا ما كيعتبروناش ولاو كيضربوا لنا الف حساب وحساب. وهنا تسالت القصه ديالي وكنطلب من الله ان يشافي الاب ديالي. وبغيتكم عافاكم ما تفقدوش الامل، وبان اي حاجه وصلتوا ليها بالقدره ديال الله، وان ربي راه كبير. هنا تسالت القصه. السلام عليكم.